And his opponent. No way! Ziggler! A crushing heartbreak for Dolph Ziggler. Once again, oh so close. Why do you still do it? Why are you still here? Why do you subject yourself to this every night? Since I was a kid, 5 years old, I walked into practice going, where are the ropes? Because this is what I wanted to do. مونداي نايت راو الليلة اللي بعد راس المانيا 29 دولف زيغلر تخلوا في ديل موني ان ذا بانك وصرف على ألبرتو ديل ريو وربح الورد هيفي ويت تشامبيونشيب. حتى كان غصب عليه ولا الميد كارد ولا الفيلن ولا الهيل، البوب والفرحة الكبيرة اللي خذاها من الجمهور ليلتها ما تتنساش، والتو مصنفة كواحدة من أكثر تفاعل جمهوري صار في تاريخ WWE. ونتصور كلنا مشى في بالنا اللي زيغلر باش ياخو بوش كبيرة وقت، أما اللي صار كان عكس المتوقع، وللأسف بعدها بالضبط زيغلر جاته ضربة على مستوى الرأس خلته يتخلى على اللقب، ومن وقتها فشلت الخطط الكل وبدأت الداون جريد تصير له. Once again, oh so close. Why do you still do it? Why are you still here? Why do you subject yourself? كفان بدولف زيغلر وبالنسبة لي من التوب 10 روسترز في الليست متاعي، حبيت نعمل عليه فيديو مش باش نحكي على الكارير متاعه اللي كلها تألق، اما باش نحكي على مومنتس خليته يستحق يكون من الليجندز بتاع WWE، وباش نحكيه في موضوع محير ومهم واللي هو عودته لل WWE. قبل ما نبداو في الفيديو متاعنا متنساش اللايك شير وسبسكرايب، وابش خليلك 3 ثواني باش تعملها. بعد ما ربح دولف زيغلر الموني ذا بانك في الادر ماتش واللي كان اندر ريتد على الاخر وصرف على الدريو باش يربح الورد هيفي وي شامبيونشيب، قعد دولف زيغلر يستنى في بوش جديده واللي كانت في 2014 سرفايفل سيريز في ليله العباد تسميها بليله العمر، وين صارت دراما كبيره بين جون سينا والاثوريتيز. Fight the future. The authority is that you spend the rest of your time in the WWE cleaning toilets. One more. Cena to the table. وتحدد ماتش في السرفايفر سيريز بين تيم سينا وتيم اثوريتي، وين كان يخسر تيم سينا الروسترز اللي فيه الكل باش يطردوا، وكان تيم سينا عبارة على جون سينا، دولف زيغلر، إيريك روين، بيج شو وراي باك، وتيم الاثوريتي كان سيث رولينز، كين، مارك هنري، روسيف والمتوفي لوك هاربر. وكانت ليلة غير متوقعة وين صارت خيانة من بيج شو وقعد دولف زيغلر وحده كونتر كين ولوك هاربر وسيث رولينز، وزاد دخل تريبل اتش وستينج. Rusev saw it. Rusev knows. And now here's the cover, and we're even again. Dolph Ziggler trying to hang on somehow. And now Ziggler dumped into the. Oh my God, Rusev! Ziggler's in! Rusev's in! Drive-by! Another drive-by! Baseline! Seth Rollins causes another member of Team Cena to be eliminated. This is not looking. Oh my God! What? And the captain has been eliminated by 3 members of the Authority. Flurry of life for Ziggler. Kick right to the face. Super kick. Got it. Sir, cover. He got it. Oh my Lord. This is what happens. He did it. Current order. Is there a miracle in order? He got it. Right to respond against a very valiant. Huge curve stomp. Famouser. Well, trying to provide interference. Ziggler still in it. Zigzag. 6-3. Oh my God. Come on. And if anything at all, Rollins should be. Oh. Super kick. Now. Curve. Stop. Nobody holds. He missed him. Zigzag again. Comes one. Here comes the official. And Triple H. Oh, pedigree. God. Triple H's pockets instead. God. No! Team Cena. بعد الماتش هذاك الناس الكل مشى في باله اللي WWE عملت له خطة جديدة، اما اللي صار كان عكس هذاك الكل، وكالعادة رجع برول اللي هي اللي يربح ماتش ويخسر زوز.
إلى أن تنصف WWE بليلة تاريخية في النوميرسي 2016 وين دخل في عداوة درامية مع ذا ميز على الانتركونتيننتال تشامبيونشيب، وين عمل أقوى برومو في حياته ومصنف من أقوى البروموات في تاريخ WWE. But you know what? Sometimes things you love don't always love you back. Give and you can give, and sometimes you get nothing. In return you get nothing. وملخص الحكاية انه تحدد بينه وبين ذا ميز بعد دراما كبيرة ماتش تايتل فيرسس كارير، يعني يربح اللقب يخسر كارير، وكان طرح درامي وفاب ربح دولف زيجلر. Takes out Ziggler's knee. There's a Ziggs by Ziggler. The state capital of California. Maurice again. Spraying. Don't be kidding me. Skull crushing. He took off his boot. Super following here. Kenny and Mike. No. Skull crush. Now. Super kicker. Dolph did great things in the past. This was his greatest night. بعد ما ربح اللقب ما طولش بيه برشا وخسروا وتبدل الرول متاعه برشا مرات، لين تجي اخر اقوى بوش صارت في كاريره ليلة تالي نصير 2018 وين تلعب ماتش تاك تيم بين دولف زيجلر ودرو ماكنتاير كونتر سيث رولينز ودين امبروز. كان ماتش خيالي وفاب ربح تيم زيجلر وبقياته. And the distraction allows Ziggler to cap it. Caught him. Belly to launches him into the two. Zigzag. There goes Seth. Nobody. Superplex. Go through. Can't go. Dolph fell into the cover. Wow. Breaker for Rollins and Ambrose doing. بالنسبة لي هذم كانوا أقوى ماتشوات في كارير دولف زيجلر، أما بالطبيعة عنده برشا ماتشوات أخرين مزيانين تألق فيهم. خلينا في كومنتير شنو أحسن ماتش بالنسبة لي لك. شباب هكا نكون وصلنا لآخر الفيديو، استحفظوا على رواحكم، حافظوا على صلاتكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تنساش اللايك شير السبسكرايب وبيس.